السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال والظروف. اليوم غندير معكم حوتة في الفران. غنبدا إن شاء الله بالحشوة. درت عطرية الحوت، البزار، خرقوم، درت الكمون، درت سكينجبير، درت تحميرة، درت عصير الحامض، هذا أنا مصوبة ودايره في الفريغو، درت القزبر ومعدنوس. ها هو درت 2 معالق القزبر ومعدنوس. حكيت 3 ضريسات ديال الثومه. ما عنديش الثومه بودره، ما عنديش، درت عاي هاد العاديه. الثومه بودره تقادت ليا وباقا ما صوبتهاش، داكشي باش استغنيت عليها، درت عي هادي. صافي زدت الملحه، كثرت الملحه حيت كاينين حوايج اخرين مالحين. درت الحامض مصير، درت غير اللب ديالو، درت زيت الزيتون، ودرت شويه الهريسه، راه ما بانتش ليا، ما تشداتش ليا في التصوير، شويه الهريسه. صافي دزت صوبت، شديت المقله، درت فيها معلقه ديال الزبده، درت فيها معلقه كبيره من هذيك الشرموله اللي صوبت، زدت عليها الشعريه الصينيه اللي مرطبه في الماء طايب وبقات برداتي، اللي صفيتها وقطعتها وزدت عليها. هي باش غنعمر الحوته. صافي زدت الزيتون الخضر مقطع، هذا راه ديال الدار، عطاتو ليا جارتي الله يخلف عليها، انا ما عنديش. صافي شحرتها مزيان واحد شويه وحيدتها. صافي درت ثاني معلقه صغيره ديال الزبده، درت معلقه كبيره ديال الشرموله، زدت عليها رابعه ديال الكروفيت حتى هي. صافي شرملتها حتى هي شي 4 دقائق دغيا، شرملتها وحيدتها، صوتيتها وحيدتها. صافي دزت الحوته اللي درت حوته ديال الطون، هي حوته كبيره، انا كتبيتها صغيره ما لقيتش، جبت هذه حجمها كبير. المهم جبتها غسلتها، صوبها ليا مول الحوت، قطعها من الظهر وغسلها مزيان. وشديتها انا ملي جبتها غسلتها، درت فيها كبيت عليها شويه عصير الحامض وشويه الخل. صافي وخليتها جانبا. دركا ملي تسقطرتها من داكشي، من الماء ومن داك الحامض اللي كان فيها، دابا دهنتها بالشرموله من الداخل ومن برا. صافي ودزت نصاوب الحشوه كامله. شديت داك الكروفيت اللي صوتيت، درتو في هذيك الزلافه، ودرت عليها ديك الشعريه الصينيه، ودرت عليها داك الزيتون. صافي راني ضايقه اصلا ديال الملحه، الحامض، الهريسه، كلش كي تيبغي الاذواق يصحح الذوق فيها. المهم شديت ديك الحوته كما شفتوا دهنتها بالشرموله، وفرشت فيها سيدنا موسى، دوك 2 ورقات ديال سيدنا موسى. صافي وغنعمرها دابا. هاني عمرتها، كديتها مزيان بيدي. هاد الطريقه الا حلينا الحوته من ظهرها تتهز الحشوه كثيره. هي صافي كديتها مزيان. صافي وغنخيطها. غادي نقاد ديك الحشوه بيدي بكا باش نقادها ما تبقاش جهه عامره وجهه خاويه. صافي بديت كنخيط فيها، تنشدها بشويه باش ما يتقطعش داك اللحم ديالها. وبالمناسبه على الزيتون، انا راه ما درتوش هذا العام حيت الزيتون جا غالي. هي جارتي الله يعطيها الخير هي اللي كتعطيني، وقسمو بيت شي شويه راه كتعطيه ليا. ها هي صافي غنبقى نخيط فيها حتى نكملها. ها هي كملتها بالخياطه. صافي قطعت الخيط بالمقص. صافي فلحتها من الجناب باش تدخل لها الشرموله،
اللي غادي ندير في الاخر. صافي غنجيب لها الطاوه نصوبها فيها. فراره شاعله عليه من قبل يسخن، غير فران ديال الغاز. هي شديت الخضره، درت سلقت خيزوه صغيره، بطاطا صغيره، قطعت فلفله خضراء وحمراء، ودرت قريعه حتى هي درتها دوائر حتى هي، هذيك ما سلقتهاش، خليت درتها طريه صافي. وشرملتهم مع مطيشه. درت عطريه الحوت، زيت الزيتون، الحامض، درت الكمون، البزار، خرقوم، سكينجبير، شرملت فيه هادشي كامل. القزبر ومعدنوس ما بقاش عندي ما درتوش صافي، درتهم تما صافي. ودرت عليهم داك الشرموله اللي بقات درتها من فوق الخضره وفوق الحوته صافي. غطيتها بالورق ديال الطبخ، هو كنقطع فيه صافي. قديته ودرت من فوقها البابي الومنيوم باش يتكرف عليها ما تبقاش تنفس من الجناب. صافي كرتو مزيان وغندخلها للفران تقريبا شي ساعه، شي نص ساعه تقريبا، نص ساعه هكاك. وغادي نحلو عليها. الا لقينا باقا ما طابش غادي غير الخضره ماليه دغيا تطيب. الا لقينا باقا الخضره ما طابتش واصله الخضره مسلوقه وداكشي راه دغيا راه نص ساعه كانت كافيه باش طيب. ها هي نحلو عليها. الا لقيناها ما محمراش نرجعوها، نحيدو عليها الكاغيط والبابي الومنيوم ونرجعوها تحمر. كانت محمره كل دقه واحده صافي بلا ما ندخلوها الفران. ها هي انا جات تحمرت دقه واحده. شديت فليفله حاره مع ما درتهاش في الاول، شويتها ونقيتها درتها شرائح زوقت بها صافي. زوقت بهذوك الشرائح ديال الحامض، زينت بهم فيها الحامض كافي صافي. زينت بدوك الكروفيطات ودرت تحت الكروفيطات داك القشور ديال الحامض مصير مزينت بهم صافي. جا ولدي دار البصمه ديالو، حط دوك الكروفيطات من الجنب قادم هو صافي. ها هي درت معها عصير ديال الدلاع هو الحامض، جا واحد العصير رائع رائع رائع. ان شاء الله غنديرو معكم في القناه. وشكرا شكرا شكرا على الدعم، ونتمنى نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه اخرى. وشكرا على التشجيع. ها هي كلها تنحط ليه شويه الحشوه وطريف ديال الحوت وشويه الكروفيت او حيدات الكروفيت صافي، وشويه الخضره. ها هي جات رائعه، جربوا هاد الطريقه راها رائعه وصحيه 100%.